الجامعات أيام التمانينات، الجامعات الحكومية اللي بعد الثانوية العامة، لا أي جي ولا أمريكان ولا اختيار مواد، الحكاية كانت محدودة علمي أو أدبي. تظهر النتيجة ويضرب في وشنا كلنا التنسيق، والطوابع اللي كنا بنلزقها في كراسة الرغبات اللي ملهاش أي علاقة بالرغبات، وكل واحد يدخل بقى اللي يجود بيه التنسيق ساعتها. جامعة القاهرة، عين شمس، اسكندرية والأقاليم طبعا. ما كانش فيه هوجة الجامعات الخاصة، وكله على حسب مجموعه مش على حسب رغبته. اختيارات ما فيهاش تفكير كتير، اللي مجموعه كبير اختياراته بتكون موجهه لطب وهندسه واعلام، والمجاميع الاقل اداب وتجاره وحقوق. وكم كليه في النص عاده ما حدش كان بيختارها، هي بتكون الناس اللي مجموعها عالي بس للاسف ما لحقتش كليات القمه. وطبعا كان في كليات القدرات زي فنون جميله وفنون تطبيقيه. كانت الدنيا اسهل كتير والمتطلبات بسيطه والمصاريف على قد الايد. واعتقد كلنا كانت ايام الجامعه من اجمل ايام حياتنا. يا ريت كل واحد يشاركنا بذكرى ليه في جامعته أو لحظة التنسيق وكراسة الرغبات. ودي كانت حكاية من حكايات جيل التمانينات.